السلام عليكم. بقينا ملهيين به في اسبوع القفطان حتى نسينا واحد الحاجه مهمه دازت عند هوكستان، واللي هي الرجوع ديال السفير الفرنسي الى مهامه في الجزائر. واخيرا رجعت المياه لمجاريها، وهي بصراحه ماشي ما رجعتش هي نسميوها الهدنه الدبلوماسيه ما بين فرنسا والجزائر. العيد ميلاد ديال مولاي الحسن 8 ماي 2026 جا مبارك مسعود. اول حاجه جا عمي تبون من تركيا ومسيني 13 اتفاقيه مهمه جدا للجزائر. ثاني حاجه رجع السفير الفرنسي الى الجزائر، وما جاش بوحده، جا هو والوزيره اليس لوفول اللي هي الوزيره المنتدبه المكلفه بالشؤون قدماء المحاربين. وحتى هذه خطوه زوينه في حق لي زانسيان كومباتون وفي حق الشهداء اللي ضروري فرنسا ترد لهم الاعتبار ديالهم. المهم انا من رايي انه هاد التقارب هذا، ورجعوا لهذا الفيديو من بعد، التقارب اللي كديروا الجزائر دابايا مع فرنسا والرجوع ديال هذا السفير وهاد الوزيره اللي جات وهادشي كاع كامل باش يديروا هاد الهدنه الدبلوماسيه، وحتى باش ما تخليش فرنسا تتمادى اكثر او تميل اكثر للمغرب. نتوما فهمتوني علاش؟ هذيك المطالبه في الصحراء الشرقيه. سؤالي لكم، واش كتظنوا ان الجزائر غادي تبقى ساكته على هذا الوضع وغادي تتعامل مع فرنسا كشريك اقتصادي، او غادي تستمر في استخدام واوراق الضغط من الغاز والتاشيرات وداكشي لمحاوله تغيير موقف الفرنسي؟ هذا هو السؤال، جاوبوا.